كنظن بان في ظل الاحتجاجات غيطيح على كل المغاربه واحد السؤال: واش ممكن يتسحب من المغرب تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم حيت كاينين احتجاجات الاخيره؟ هادشي كلشي طاح ليه وانا مشيت قلبت باش نلقى لكم معلومه. قبل ما نبداو المغرب في هاد 20 عام بزاف ديال جينيراسيون زاد اللي لقبهم بجينيراسيون زاد، ولكن مع احتجاجات ديال الشباب ديال الناس بداو كيسولوا واش هاد الوضع يقدر ياثر على التنظيم. في هاد الفيديو غادي نجاوبك على كاع الاسئله. يلا نبداو. نبداو بالمعايير ديال الكاف والفيفا من غير من ناحية الملاعب. باش شي بلاد تنظم بطولة كبيرة خاصة: اولا الامن والاستقرار، الجمهور واللاعبين خاصهم يحسوا بالامان. ثانيا البنية التحتية، ملاعب طرقان فنادق. ثالثا الالتزامات، العقود اللي كتوقع الدولة مع الكاف ولا الفيفا. السؤال الكبير: واش هاد الاحتجاجات عندها تأثير؟ احتجاج كتعبر على مطالب اجتماعية بحال الصحة والتعليم. وقعت مواجهات عنيفة في بعض المدن، ولكن حتى لدابا مكاينش اشاره رسميه من الفيفا ولا الكاف على انهم باغيين يسحبوا تنظيم عن المغرب. التاريخ كيبين ان بزاف ديال الدول مرات بازمات واحتجاجات اكثر من المغرب وكملوا التنظيم ديالهم عادي. سوا الاخوان، الاحتمال الواقعي بصراحه سحب التنظيم ماشي حاجه سهله يقدر يوقع غير الى الاوضاع خرجت على السيطره بزاف. دابا المغرب باقي متمسك بالملفات ديالو والمسؤولين كيقولوا التنظيم غادي يكمل، وحتى الملف ديال كاس العالم غادي يبقى وغادي يتنظم في المغرب باقي قوي وما كايناش اخبار على انه مهدد. الخلاصه الاخوان، المغرب باقي منظم كاس افريقيا وملف ديال كاس العالم مستقر، ولكن هاد الاحداث بينات ان الاستقرار الداخلي مهم بزاف وان تصعيد كبير ممكن يفتح النقاش على المستقبل الرياضي ديال البلاد. شنو رايكم نتوما؟ واش كتشوفوا ان الاحتجاجات ممكن فعلا تهدد تنظيم المغرب بالتظاهرات الرياضيه؟ كتبوا لي ارائكم في الكومنتات، بساو تدعموا الفيديو بلايك وسبسكرايب. شكرا بزاف، نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو. Ayy, poppin' like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little.